يا سيدنا الحسين ليا طريقين في فهمه، إما طريق تحت عنوان أنه موحد وتحت عنوان أنه يريد طلب الدعاء من هؤلاء، وإما أن أنا أشركه وأخرجه عن الملة وأخليه مشرك. فإذا سلكت به مسلك التشريك والتكفير يبقى أنا ارتكبت خطيئة. ففي محمل جيد لهذا. وبعدين بنقول لهم قولوا مدد يا رب علشان ما تأذوش الناس دي، لحسن الناس دي مخها خلاص اتلحس. قولوا لهم قدامهم كده، قولوا لهم مدد يا رب، ما تقعدوش تغيظوا فيهم وتقولوا لهم مدد يا حسين، لكن مدد يا حسين هي بالظبط طلب الدعاء منه لله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فلما واحد